ما تراه أمامك ليس خدعة سحرية، بل فن من نوع آخر تماما. هذا هو هوانغ ياو، الفنان الذي جعل من التمويه لغته الخاصة، بضربات فرشاة دقيقة وألوان متناسقة لدرجة الكمال. يستطيع أن يجعل أي شخص أو شيء يختفي تماما في خلفيته. يرسم على القماش وعلى الجدران وعلى الأشجار وحتى على الأجسام البشرية. يوازن بين الظل والضوء وبين العمق واللون حتى يذوب الشكل في البيئة المحيطة، وكأنه لم يكن هناك أصلا. لكن فنه ليس مجرد خداع بصري، بل رسالة عميقة عن الهوية والوجود. كيف يمكن للإنسان أن يندمج في عالمه حتى يمحى أثره أو يصبح جزءا من المشهد؟ كل لوحة من لوحاته تحتاج إلى ساعات طويلة من التركيز والانضباط، والنتيجة تحفة فنية تتحدى العقل والعين معا. فقل لي، بعد مشاهدة هذا الفن، كم نجمة ستمنحها له؟ واكتب رأيك في التعليقات. هل تعتبره فناً أم سحراً بصرياً؟